مريض حساسيه انف، جيوب انفيه، حساسيه صدر، خلي بالك من سبتمبر لانك لسه عايش على اطلال الصيف، بتشغل المروحه والتكييف وبتنام والشبابيك مفتوحه وبتشرب ميه ساقعه وهدومك خفيفه. الجو في سبتمبر بيتغير وبالتدريج درجه الحراره بتقل والبروده بتزيد، اللي بتحس معاها بخيط رفيع من المخاط في داخل الانف واعلى الحلق بيقلب لدور احتقان شديد. مريض حساسيه الانف والجيوب بيلاقي انفه اتسدت واتراكمت فيها الافرازات والجيوب اتملت وعملت ورم وصداع والمخاط اللي فيها بقى اصفر واخضر وبقى محتاج علاج كامل، بخاخ انف، مزيل احتقان، مضاد حيوي، خافض حراره، اقراص الحساسيه. مريض حساسيه الصدر اصعب لان الاحتقان لما بيزيد بيخليه يكح بالليل ويشرق وهو نايم وصدره يضيق، مع ان الاحتقان سببه الانف والحلق، خصوصا انه بيتنفس من بقه وهو نايم. وزي ما المخاط زود نمو الميكروب في الجيوب الانفيه، البلغم بيزود نمو الميكروب في الشعب الهوائيه، وفجاه المريض بيلاقي النوبه جات له ومحتاج جلسه تنفس وبخاخ موسع شعب ومضادات حيويه واقراص حساسيه. الحل هنا ايه؟ نقلل المروحه والتكييف ونزود الهدوم والاغطيه بالتدريج ونقفل الشبابيك ونهتم بنظافه الانف ونشرب حاجات دافيه للحلق زي الليمون بالعسل ونشرب ميه كتير. ومع اول اعراض احتقان في الانف او في الحلق نتواصل مع اقرب صيدلي. دمتم اصحاء.